قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. بيبدأ الفيلم مع أسلي واللي بتكون بتحضر فرح صاحبتها جانسي، وبتكون أسلي متعصبة لأنها بتشوف فستان الفرح بمثابة تأييد للبنت، وإن الستات مضطرين يقدموا تضحيات كتير وحاجات كتير بتتغير في حياتهم بعد الزواج. وبنروح لكرم واللي بيكون عنده نفس وجهة النظر من ناحية الزواج، وإنه شايف إن ملوش لازمة لأنه بيضيع لحظات كتير وبيخرب العلاقات. وبتروح أسلي وصاحبتها المول علشان يكملوا باقي التجهيزات، وبتفاجئهم جانسي ان هي حددت ميعاد الكوافير وتجهيزات الاكل مع بعض، وبتقول لهم ان هي هتبلغ تونة علشان يتولى تجهيزات الاكل. وبالفعل بيروح تونة هو وامير وكرم، واللي بيكون متضايق وشايف ان هي حاجه ممله، وبيتصل باسلي وبيتفقوا ان هم يتقابلوا عند مدرب الرقص. وبتروح اسلي تحضر تدريبات الرقص للفرح، وبتكون مستغربه طريقه جانسي وتونة. وبيجي كرم وبيسلم على اسلي وبيكون مستغرب من طريقه رقص صاحبه، لكن في اثناء كلامهم بيقع تونة ورجله بتتكسر. وبيروح كرم واسلي يتغدوا في مطعم وبيتكلموا عن الجواز وبيتشاركوا مخاوفهم مع بعض. وبيرتاح كرم لان اسلي بتشاركوا نفس وجهة نظره في الجواز، وبتكون بتفضل ان علاقتهم تكون حرة. لكن في لحظة بيقول كرم ان الامور لو ساءت مش هيتجوز اسلي، وفي اللحظة دي بتتعصب اسلي لكن مش بتبين، وبتقرر ان هي تغير رأيها وتدخل في تحدي جديد مع كرم. وبتكون اسلي مع صاحبتها في البيت وبيكونوا مش فاهمين سر غضب اسلي، خصوصا ان هي رافضة فكرة الجواز. وبتقول لهم ان هي متفهمة ان كرم مش عاوز يتجوز، لكن انه مش بيكون عاوز يتجوزها ده شيء مرفوض بالنسبة ليها. وبيطعن في كرامتها كأنثى لان هي بتعتبر نفسها صاحبة القرار. واثناء ما بيكون كرم بيلعب مع اصحابه بيعرفهم ان اسلي متماثلة معاه لانها هي كمان عندها نفس وجهة النظر من ناحية الجواز. وبيضحك تونة باستهزاء لان هو بيعتبر ان اسلي خدعت كرم مرة تاني، لكن كرم بيدافع عنها وبيقول لهم ان اسلي مش بتكون زي ما هم فاكرين. لكن بيرد تونة وبيقول له ان الستات مش بيقصدوا كل اللي بيقولوه، ودي نفس الجملة اللي قالتها اسلي في المطار قبل كده. وبتأثر الجملة في كرم لدرجة ان هو مش بيعرف ينام في الليل وبيكون قلقان من اسلي. وفي نفس الوقت اللي اسلي بتكون ما زالت غضبانة من كلام كرم، لكن في لحظة بتلمع فكرة في دماغهم وفي نفس الوقت بيقرروا ينفذوها تاني يوم. وتاني يوم بتقرر اسلي تفاجئ اصحابها ان هي قررت تقنع كرم بفكرة الزواج. وعلى الناحية التانية بيبلغ كرم اصحابه ان هو هيخلي اسلي تكره فكرة الجواز. وبيتصل كرم على اسلي وبيعزمها على العشاء، وبيكون كرم مخطط ان هو يخلي اسلي تزهق من طلباته هو واصحابه، لكن بتكون اسلي عاوزة تظهر ان هي هتكون زوجة مطيعة. وبيفشل مخطط كرم، خصوصا ان اسلي بترفض تبات معاه. تاني يوم بيستجوب كرم تونة وبيحاول يعرف منه اذا كان عرف جانسي بمخططهم، وفي نفس الوقت اللي بتتكلم فيه اسلي مع جانسي لو كانت عرفت تونة بمخططهم، لكن الاتنين بينكروا. وبيخرجوا البنات علشان يكملوا باقي التجهيزات. وبتيجي فكرة لأسلي ان هي تتبنى طفل لمدة ساعتين علشان تختبر مسؤولية كرم. وبالفعل لما بتروح شركة كرم بيتفاجئ بيها، وبتضطر اسلي ان هي تساعده لانها بتكون عاوزة تظهر لكرم ان هي هتكون ام مسؤولة. وبالرغم انها اول مرة تقوم تعتني بطفل ومش بيكون عندها الوعي الكامل للعناية بيه. وبنشوف اسلي وهي بتفكر ان هي تعزم ابوها وامها علشان كرم يعرف ان في ازواج سعداء، وان مش شرط علشان يتجوزوا حياتهم تقف. وبتلاقي ان ابوها وامها احسن مثال، خصوصا ان هما بيكونوا لسه بيحبوا بعض برغم ان عدى على جوازهم سنين كتير. وفي نفس الوقت اللي بيقترح كرم ان هو يعزم امير ومراته بما انهم مثال للجواز التعيس، واللي بيكون مليان مشاكل علشان اصل تكره فكرة الجواز. وبيطلب كرم من امير ان هو يجيب مراته معاه تاني يوم. وعلى العشاء بيكون امير متضايق لان في مشاكل بينه وبين مراته مؤخرا، لكن بتتصل بيه اسلي وبتعرفه ان اهلها جايين بالليل، وبتطلب منه يكون حاضر علشان يتعرف عليهم. وبيبوظ مخطط كرم وبيجي الليل، وبتكون اسلي بتجهز لنفسها لاستقبال اهلها، وبتخلي كرم يلبس رسمي لان ابوها بيكون شخص جد وبيحب الرسميات. وبيجي اهل اسلي وبتخرج علشان تستقبلهم، لكن بتلاحظ ان والدتها جت لوحدها في العربية. وبتسأل عن ابوها وبتتفاجئ اسلي ان ابوها بيكون راكب دراجة نارية ولابس كاجوال وبيتعامل بطريقة ودية مع كرم، وده اللي بيخلي اسلي تحس بالاحراج. وبتسأل والدتها عن السبب، وبتقول لها ان والدها غير حاجات كتير في حياته وشخصيته ما بقتش متزنة زي الاول، وانه بقى بيتصرف بصبيانية وطيش. وبتعرفها ان هي بتضطر تشرب علشان تتحمل تصرفاته. وبتروح اسلي الكرم وبيكون ابوها بيتكلم عن ممارسة الرياضة في الجيم. وفي اللحظة دي مش بتتحمل ام اسلي وبتطلب الطلاق. وبيحس كرم ان هو كسب الرهان وبيشمت في اسلي واللي بتكون محرجة. وتاني يوم بتروح اسلي لشركتها وبتكون مشغولة بتصميم مجموعة ازياء جديدة، وبتستغرب لان جانسي بيكون باين عليها الفرحة. وبتسألها اسلي عن السبب، وبتقول لها جانسي ان هي محضرة مفاجأة. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم بولوت واللي بيكون صديق اسلي من الطفولة، وبيفرحوا بوجوده وبيرحبوا بيه. وبتتكلم اسلي مع بولوت واللي بيعرف ان هي ارتبطت بكرم وكمان بيتنمر على اسم حبيبها، وبيضحكوا مجرد لهزاره. وبتعزموا اسلي على حفلة في بيت كرم
كرم بالليل، وبنروح لكرم واللي بيكون جاهز للحفلة واللي بيتفاجئ بوجود بلوط واللي بيكون كرم غيران منه، وبيتعرفوا أسلي إن هو صاحب أشهر ماركة أزياء وبيكون جاي من دبي علشان يحضر فرح جانسي. وفي اللحظة دي بتدخل عليهم بنت وبتكون جميلة جدا، وبتكون دي فريدة زوجة أمير، وبنتفاجئ إنها بتكون صاحبة أسل من أيام الثانوي. وكمان فريدة بتكون عارفة بلوط، وبيستغرب أمير من معرفتها بيه، وبترد فريدة وبتقوله إن هما كانوا بيتوعدوا أيام الثانوية. وبيبان الغيظ على كرم وأصحابه، وبتكون أسل تاني يوم بتفطر مع بلوط وفريدة، وبيتكلموا عن فريدة وبيسألها بلوط هي ليه قالت إن هما كانوا بيتوعدوا رغم إن هما كانوا أصحاب بس. وبترد فريدة إن هي كانت غرضها إن تخلي أمير يحس بالغيرة عليها. وبتتكلم إيلي وبتسأل أسلي عن مخططها لحفلة توديع العزوبية، وبتقول لها أسلي إن هي ما عندهاش أفكار وهتعمله في الأماكن الاعتيادية، لكن بتعاتبها إيلي إن جانسي بتعتبرها حد مميز بالنسبة ليها، وإنها غلط لما تنشغل بتعطيل زواج جانسي بالرغم إن هي ممكن تتمنى لها السعادة. وبتحس أسلي بتأنيب الضمير وبتقرر تمشي علشان تلحق تجهز للحفلة، لكن بيوقفها أصدقائها لأن هم في البحر. وبتكون أسلي منزعجة لأن هي مش بتكون لاقية مكان تعمل فيه الحفلة، وبيقترح بلوط إن هم يعملوه على جزيرته. وبتتفاجئ أصلي إن بيكون عنده جزيرة وبتفرح جدا وبتشكره، وبتحس من نظرات فريد إنها بتكون حاسة بالغيرة. وبنروح لكرم وبنشوف أمير وهو مضطرب، وكمان بيكون حاسس بالغيرة من وجود البنات على جزيرة لوحدهم مع بلوط. وبيستهزأ بيه كرم وبيقول له أمير إن هو لازم يقلق، خصوصا إن بلوط بيكون أجمل منه بكتير، لكن بيسكته كرم وبينفي إن هو أجمل منه. وبيسأله إذا كان بيثق في فريدة، وبيعرفه أمير إن هو بيثق فيها بشكل كبير. وبيكون كرم مستغرب إزاي قدر يتجوز فريدة رغم إنها بتكون أجمل منه بكتير، وبيتنمر عليه تونة وبيقول له إن ممكن ستات كتير يتجوزوا رجالة أقل في الجمال زي أمير. وبيتقبل أمير السخرية وبيقول له تونة علشان يهود عليه إن هو الوحيد اللي لازم يقلق هو وكرم. وبيستغرب كرم من كلامه وبيطلب منه يوضح نيته، فبيقول له تونة إن فريدة اتوعدت لمدة أسبوع بس مع بلوط بعد ما أسلي رفضت تتوعد معاه رغم إن هو مغرم بيها. وبيبدأ كرم يحس بالغيرة والقلق، وبيكون أمير متفاجئ من كلام تونة وبيقول لهم إن جانسي هي اللي حكت له على كل التفاصيل دي. وبنروح لأسلي وبتكون في محل ملابس، وبتطلب من جانسي تلبس الفستان اللي فات لأنها هي عروسة والمفروض تلبس أبيض. وبتتفق جانسي إن كل اللي حاضرين يلبسوا أبيض، وبتكون متحمسة جدا. وبتكون جانسي حاسة بالامتنان وبتشكر أسلي لأن هي خلت أهم يوم في حياتها مميز. وبتحس أسلي بالذنب وبتكون هتعرفها بالحقيقة، لكن إيلي بتوقفها وبتقول لها إن هي شخص مميز وإن هما بيحبوها على أي وضع. وبنروح لكرم واللي بيتكلم مع أمير وبيقول له إن هو مقدر إنه قلقان، لكن كرم بينفي قلقه لأنه بيكون واثق في أسلي لأنها رفضته قبل كده. وبتاني يوم بيقرر كرم يسافر لأسلي، وفي الوقت ده بتكون أسلي مع صاحبتها على الشاطئ وبيتفاجئوا بوجود كرم وأصحابه في المكان. وبيتحجج كرم إن هما كانوا قريبين منهم وجم عشان يسلموا عليه تعزموا على الحفلة. وبتكون أسلي جهزت المكان بشكل جميل، وبيتفاجئ جانسي إن هي عزمت كل أصدقائهم. وبيكتشف كرم وأصل المخططات اللي عملوها ضد بعض، لكن مش بيتصارحوا وبيكملوا رقص مع بعض، وبيكون الكل مبهور برقصهم وانسجامهم مع بعض. تاني يوم بيكون الكل تعبان من السهر لدرجة إن هما بيناموا على الشاطئ. وبيصحى كرم من النوم وبينادي على أسلي وبيقول لها إن هو مجهز لها مفاجأة، وبيديها حبوب للفوبيا واللي بتكون عندها ضد المرتفعات، وبياخدها علشان يركبوا طيارة مائية. وبتتفاجئ أسلي إن الطيار مبتدئ، وبتكون دي أول رحلة ليه، وده بيزود الخوف عندها وبيخليها تاخد كمان حباية. ولما بتركب الطيارة بيطلب منها الطيار حباية مهدئ لأنه بيكون حاسس بالهلع. وبتطلع الرحلة وبيكون الجو جميل، وبيلف الطيار وبيتكلم مع أسلي وبيكون بيهزر معاها، لكن فجأة بيلاقوا عاصفة جوية وبيتفزع الطيار وبيفقد الوعي. وبياخد كرم مكانه وبيحاول يتواصل مع الملاحة الجوية، لكن الشبكة مش بتكون مستقرة. وبيضطر كرم إن هو يتولى القيادة، لكن مش بيكون عارف سواقة الطيارات. وبيستسلم للموت وبيقرر يعترف لأسلي بحبه، وبيتمنى في اللحظة دي لو كانوا اتجوزوا. وبيعترف لها إن هو عمل المخططات كتير علشان يكرهها في الجواز. وبتعترف له أسلي إن هي في الوقت ده كمان عملت مخطط علشان تقنعه بفكرة الجواز، وإنها عرفت من جانسي لما كانت في الحفلة خطته. لكن فجأة بتخرج الطيارة من العاصفة وبيهدى الجو، وبيصحى الطيار وبيهبطوا على الأرض بسلام. وبيرجع كرم للجزيرة وبنشوفه وهو بيتكلم مع أصحابه وبيقول لهم إنه من موقف الطيارة اكتشف إنه مش هيقدر يكمل حياته من غير أسلي، وبيقرر يعرض عليها الجواز. في الوقت ده بيعرض بلوط شراكة على أصلي واللي هيخليها تاخد أجازة في دبي لمدة 6 شهور. وبتكون أسلي محتارة لأن العرض ده هيكون نقلة نوعية في شغلها، وبيطلب منها بلوط تعيد تفكير في الموضوع. وبيأثر عليها بالكلام وبيقول لها إن هو متأكد إن هي مش هتضيع الفرصة دي من إيديها لأنها شخصية عملية. وبتكون أسلي وكرم في بيت جانسي وبيكملوا تجهيزات، وبتصالح أسلي كرم بعرض العمل اللي في دبي. وبيفرح كرم لأنه بيكون فخور بيها،
لكنها بتقول له ان هي هتضطر تغيب 6 شهور في دبي، وبيتصدم كرم من الارض لانها هتكون بعيدة عنه. وبيمر الوقت وبتكون أسلي مش قادرة تحدد قرار حاسم، وبيتصل بيها كرم وبيعزمها على العشاء. ولما بتروح أسلي بيستقبلها بحب وبياخدها للبيانو وبيعترف لها إن دي المرة اللي لمست قلبه لما ساعدته يتخطى ألم أمه، وبيعرض عليها الجواز لكن أسلي بترفض وبتقوم تروح للمسجد. وبيتكلم معاها كرم وبتتهمه أسلي إن هو عاوز يحبطها ويمنعها تسافر دبي، لكن كرم بينفي اتهامها وبيقول لها إن هو مش ممانع ولا هيأيدها بعد الجواز، لكن هو التوقيت اللي مش بيكون مساعده وخلاها تفكر بالطريقة دي. وبيقول لها ان هو عاوز يقضي بقية عمره معاها، وانه مش بيوعدها بالسعادة الابدية لكن بيوعدها ان هو هيسعدها على قد ما يقدر. وبتتأثر اسلي وبتوافق تتجوز، وبتعدي فترة وبيتجوز كرم واسلي بعد فرح تونا وجانسي. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. الفيديو ده سجله عبد الله عبد العزيز، واللي منتجه علاء الدين، واللي كتبته ريما عبد العزيز. عشان تتابع باقي الملخصات للأفلام المنوعة من الأكشن والدراما والأفلام الهندية والتركية، اعمل اشتراك في قناة أدرينالين أفلام، وما تنساش إنك تشغل الجرس علشان تتابع كل يوم الساعة 5 فيديو جديد. ولو عاوز تتابع أجمل ملخصات الأفلام التركي بس، عندنا في قناة أدرينالين أفلام بلس هتلاقي كل ملخصات الأفلام والمسلسلات التركية، واعمل اشتراك لقناة أدرينالين أفلام بلس.